السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم يا رب كلكم جميعا بالخير ان شاء الله. لكل عشاق المأكولات البحرية. بس يا جماعة ده جمبري. جبت النهاردة بقى جمبري، بس عايزة اقول لكم تحفة الجمبري يا حبايبي. بالنسبة لتنظيف الجمبري في هنا في الظهر كده، ماشي. الظهر ده لازم نفتحه بعد ما بنشيل القشر، لازم نفتح الظهر ده عشان بيبقى فيه خط الرملة. خط الرملة ده طبعا بيبقى مزعج في الاكل وبيقرمش والكلام ده. انا جبته ونضفته خليته زي الفل زي الفل. بصوا يا حبايبي، بصوا الظهر عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليه. ده الجمبري النظافه بتاعته يعني الواحد لازم ياخد باله منها كويس قوي، لان احنا كنا في ناس يعني بتقشره، بتشيل القشره اللي فوق وبتشيل الراس وخلاص، طالما يعني كده بالشكل ده كده يعني يبقى خلاص. لا، هو لازم تديله بالسكينه الفتحه اللي في الظهر دي، تديها له بالسكينه كده. بصوا بتبقى عامله ازاي، بيضه زي القشطه، زي القشطه ما شاء الله. ده بالنسبه للجمبري. دي بقى السوبيا الجميله دي، شايفين عامله ازاي؟ جبناها طبعا، هي بتبقى واحده او اتنين يعني، بتبقى صغيره كده. طبعا بيبقى فيها الحبر. السوبيا بتبقى فيها حبر كتير قوي، ازرق كده واسود. بنمسكها بقى بنفتحها بننضفها من جوه جامد قوي قوي. هو شكلها وهي بتتنضف بتبقى صعبه، لكن بعد ما بتنضفيها بصي البياض والحلاوه بتبقى عامله ازاي. بتقطعيها، ممكن بقى تقلي السوبيا في القلي جميله جدا، بتبقى مقرمشه كده وبراحتك بقى. عايزه تقطعيها دوائر كده او قطع كده زي ما انت شايفه كده، تمام. عايزه تعمليها صوابع بتبقى حلوه برده زي صوابع البطاطس كده، بتبقى جميله. بتتنقع في الميه بعد ما بتنضفيها، ميه وملح وليمون. بتديكي كل ما بتنقعيها شويه بعد الحبر ده بتديكي بياض ناصع. بصوا بياضها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، بصوا بياض ناصع جميله جدا. بصوا يا حبايبي، على فكره مفيش اي حاجه خالص فيها بتترمي، بسم الله ما شاء الله. ولا الراس بتتاكل يا جماعه، بتبقى طعمها تحفه. يعني الراس دي محدش يقول لا دي وحشه مش عارفه ايه، لا بتتنضف كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. النظافه بتاعتها كده جميله كده، وبتتاكل هي كمان، ماشي يا حبايبي. تبقى طعمها جميل. تقلي بقى منها، تعملي شوربه، تعمليها مثلا طاجن، كل حاجه. بصي الاسماك دي ممكن انت تخترعي فيها كل حاجه، بتمشي معاها كل حاجه. دي بالنسبه للسوبيا. برضو الجمبري بنعمل منه ايه، بنقلي منه، بنعمل منه في الشوربه، بتعملي منه طاجن في الصلصه كده براحتك بقى، بالتوابل بقى، بالفلفل، بالحاجات الجميله دي، بيبقى تحفه ان شاء الله عليه. هنا بقى الكابوريا. بصي يا حبيب قلبي، الكابوريا لما تروحي تجيبي الكابوريا ما تجيبيش الكابوريا اللي هي الذكوره، لا هاتي النتايه. بصي النتايه بتبقى قد ايه، حجمها صغير جدا. بصي قد ايه صغيره. بصي بقى دي اللي انتوا شايفينه ده ايه، الاصفر ده بطروخ، يعني الكابوريا فيها بطارخ وصغيره جدا. بصي صغيره قد ايه، بسم الله ما شاء الله. دي الكابوريا واحده قد ايه صغيره. دي بقى اللي هي الذكوره، لا بتبقى كبيره قوي قوي قوي، ويعني ما بيبقاش فيها الطعم والحلاوه بتاعه النوتي. يعني الكابوريا لما بتبقى نتايه بتبقى حلوه، بتبقى مليانه وظهرها يعني بطنها مليان، بتبقى فيها الفص بسم الله ما شاء الله. دي بقى بتعملها ازاي، بعملها ممكن تعمليها صينيه، بتبقى احلى واجمل. طبعا بتسلقيها الاول، بتسلقي الكابوريا الاول، تغسليها كويس جدا جدا وتنقعيها شويه عشان لو في شويه رمله ولا حاجه، وبتنقعيها شويه، بتعصري عليها ملح وليمون وتسيبيها شويه. بعد كده بتديها شطفتين 3 برضو كده، بتديكي نظافه اكتر. هتحطيها في مصفى، هتصفي كل الميه، هتحطي شويه ميه على البوتاجاز فيهم بقى بصلايه، شويه كمون حلوين، شويه ملح حلوين، ورق اللورة، تمام كده. مثلا شويه بهارات سمك مع شويه الكمون والكلام ده كله، وتروحي حطاهم هيغلوا، وهتروحي مسقطه الكابوريا. الكابوريا طبعا ما بتاخدش يا جماعه يعني ممكن ربع ساعه بتستوي. بعد كده بتشيليها، تعملي بقى بصله كبيره كده مع قرنين فلفل حلوين كده، شويه طماطم حلوين كده، ماشي، وتضربيهم في الخلاط.
وتروحي حطاهم في قلب صينيه وشويه زيت وترصي الكابوريا بالخلطه بقى دي كلها، فلفل على كمون على فلفل اسمر على بهارات السمك على كل الحاجات دي، وتخلطيها على بعضيها كلها كده. تروحي مدخلاها فرن الاول، اديها غلوتين فوق على البوتاجاز عشان تشرب من الحاجات دي، وبعد كده الصوص بتاع الطماطم والحاجات دي بيتشرب شويه، بتدخليها بقى الفرن، بتطلع شاربه من كل التوابل بسم الله ما شاء الله، ونفسها وطعمها حكايه. حتى الرجل دي يا جماعه بتتاكل، الرجل دي فيها لحم ما بتترميش، دي ما برميهاش، جميله. يعني مثلا ناس تقطعها وتقول لك لا ده ما فيها، لا بتبقى مليانه لحم من جوه على فكره، جميله جميله جميله. كله بقى الا البطروخ ده، بصوا البطروخ الاصفر ده بجد بيبقى طعمه تحفه ان شاء الله. خلوا بالكم من الكابوريا النوتي احسن قوي قوي من اللي هي التانيه الدكوره دي. وتروحي مطلعها بقى وتقعدي تفصصي بقى وايه ازاز كابوريا كده. ماشي يا حبايبي اهو. هنا بقى الخلول دي بلدي بلدي. بصوا هي صغيره ازاي، بصوا صغننه، بصوا يا حبايبي عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله جميله. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا نفتحها كده، هناخد الايه، هناخد اللحم اللي جوه ده. دي بقى البلدي بقى، دي الخلول البلدي. الخلول دي بقى في منها اللي هي الكبيره الضخمه دي، بس دي البلدي. الصدف ده يا جماعه بصوا نحطها في ميه اهو، لان الخلول لازم تتنقع اكتر من ساعتين او 3. كل اللي متقفل ده يفتح بقه كده، استنى بصوا كده، لازم تتفتح كده، لازم تتفتح كده. وشوفي اللي فيها ده هو ده اللي احنا بناكله، فلازم الخلول تتفتح عشان الرمل اللي بتبقى فيها. ماشي، كل اللي انتوا شايفينه ده لازم نستنى عليه لحد لما يتفتح لوحده كده. بتنزل رمله بكميه رهيبه رهيبه رهيبه، ولو ما مش استنيتي عليها وصبرتي عليها هتخلي وانتي بتسلقيها كده هتنزل لك كميه رمله تحت رهيبه ومش هتعرفوا تاكلوها وبتقرمش. الغطا لازم نفتحه، لازم نفتح الغطا وهي في الميه كده. احنا بقى لو هو ما اتفتحش مثلا قعدت ساعتين وما اتفتحش، يبقى احنا من نفسينا كده هنروح ماسكينها واحده واحده وفاتحين الغطا ده ومنضفين منضفينه من هنا كده. ماشي يا حبايبي اهو، منضفينه كده مش مخلين فيه اي حاجه. ونروح واحده واحده كده شاطفينها تحت الحنفيه ونروح حاطينها في الحله. طبعا انت بتعملي ايه بقى برضو لما بتحبي الشوربه دي بتاعت الخلول دي، بتعملي بصله، بتبشري بصلايه معاها فصين توم، معاها شويه ملح، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، ورقتين لورا، وتروحي حطاهم كده في الميه، وتروحي ماسكه الخلول بعد ما الميه بتغلي شويه بتسقطي فيها الخلول، وبتعمل لك شوربه ملهاش حل، طعمه طعامه رهيبه. غير ان انت بقى بتاكلي الحاجات اللي فيها دي بالنسبه للخلول. الخلول البلدي دي جميله تحفه على فكره، جميله جدا. فالنهارده بقى يا حبايب قلبي قلنا بقى ايه، نوريكم المأكولات البحريه دي، ماشي، بكل اشكالها. دي الخلول، ماشي، دي الصوبيا. طبعا الصوبيا دي في ناس بتعملها صوابع زي صوابع البطاطس، بتبقى حلوه في كل الحالات، بتبقى حلوه. صينيه، طاجن، مقلي، زي الفل، كله زي الفل. الجمبري ده بعد ما قشرته هو كان يعني بصوا كان اكبر من كده، بس لما بيتقشر انتوا عارفين بقى بيحصل له ايه. جميل جميل جميل. تعملي منه شوربه برضو، تعملي منه طاجن جمبري، تقلي منه. في كل الاحوال الجمبري زي الفل. ماشي يا حبايب قلبي. دي بقى الكابوريا الجميله اللي انا بعشقها بقى، دي بقى بجد انا بعشقها، يعني بحبها قوي قوي الكابوريا، يمكن اكتر حاجه الكابوريا. ده بقى بسم الله ما شاء الله عليها دي، يعني اللي هي النوتي بقى الجامده الجميله دي. انا بقى النهارده حبيت اعرفكم اوريكم المأكولات البحريه الجميله دي، ويا رب الفيديو بيعجبكم. الحمد لله اعجابكم يا حبايبي. واللي ما اشتركش في القناه يتفضل ينورني على راسي من فوق. وجمعه مباركه عليكم كلكم يا حبايب قلبي. اشوفكم على خير وكل خير، ودايما يا رب في صحه وسلامه وسعاده انتم واولادكم وكل حبايبكم يا رب. ويا رب كده الفيديو يعجبكم وتعملوا لايك، متنسوش اللايك. ماشي يا حبايب قلبي،
يلا يا حبايبي، اشوفكم على خير ان شاء الله. حاولوا تجربوا بس الحاجات الجميله دي. مباركة عليكم جميعا يا حبايب قلبي. الكابوريا المبطرخة، البطروخ ده يا جماعة، عشان لما تروحي تجيبي وتقولي له انا عايزة مبطرخة ما يضحكش عليكي. انت شايفة البطروخ اهو بعينيكي اهو، هو ده، ما يضحكش عليكي، يديك الكابوريا المبطرخة. ماشي يا حبايبي، اشوفكم على خير وكل خير وصحة وسلامة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.